في معارك بتغير حدود، وفي معارك بتغير تاريخ، بس في معارك بتغير مصير البشرية بالكامل. أهلا بيكم في اليرموك. انت عارف يعني ايه الحرب الشاملة؟ بعد معركة مؤتة، الروم فهموا ان المسلمين مش مجرد زوار، دول قوة جاية تفتح الشام. هرقل قرر يرمي آخر ورقة عنده، عشان كده حشد جيش مالوش آخر، 240 ألف مقاتل. انت متخيل الرقم؟ جيش الروم كان بيتحرك زي جبل من الحديد بيزحف على الأرض، وفي المواجهة 36 ألف مسلم وبس. إحنا النهاردة في كريبتون هنحلل المعركة اللي وصفها المؤرخين باللقاء المستحيل. إزاي خالد بن الوليد، العقل المدبر، كان بيدير 36 ألف جندي في مواجهة 250,000؟ وإزاي ضرار بن الأزور بقى كابوس الروم وهو بيحارب عاري الصدر؟ والسر الأكبر، إزاي الستات المسلمات قلبوا موازين المعركة في اللحظة اللي الكل افتكر إنها النهاية؟ اجهز، إحنا مش بنحكي قصة، إحنا بنحلل أعظم تكتيك عسكري في العصور الوسطى. هنا اليرموك، حيث انكسر صليب الروم إلى الأبد. بس عشان نفهم اليرموك لازم نعرف إن هرقل ما كانش ناوي يعديها المرة دي، وعشان كده قرر يجمع جيش الأمم عشان ينهي الحكاية. هرقل كان قاعد في أنطاكيا، وعقله وقلبه بياكلوا من الغيظ، وتفكيره كله إزاي شوية عرب ياخدوا مني الشام. هرقل ما كانش ملك عادي، كان داهية. جمع قادة جيشه وقال لهم جملة للتاريخ: يا أهل الروم، إن هؤلاء القوم المسلمين قد غلبوكم على ما تحت أقدامكم، فماذا أنتم فاعلون؟ الروم وقتها ما كانوش بس بيحاربوا، كانوا بيدافعوا عن شرف الإمبراطورية. حشد جيش مكون من 240 ألف مقاتل، منهم 80 ألف جندي مقيدين بالسلاسل. ليه السلاسل؟ عشان مفيش جندي يفكر يهرب، يا إما النصر يا إما الموت الجماعي. الجيش ده كان فيه العرب المتنصرة والأرمن والروم من كل مكان. في المقابل، المسلمين كانوا متفرقين في جيوش صغيرة: أبو عبيدة ويزيد وشرحبيل وعمر بن العاص. هنا هرقل حاول يلعب معانا لعبة الاستنزاف، كان عاوز يقطع خطوط الإمداد ويحاصر كل جيش لوحده. المسلمين حسوا بالخطر، وهنا طلعت العبقرية العسكرية من جديد. بعتوا للخليفة عمر بن الخطاب، والقرار كان: جمعوا الجيوش كلها في مكان واحد، اليرموك. بس مين اللي هيقود الكتلة دي كلها؟ مين اللي يقدر يروض 36 ألف بطل قصاد الغول الروماني المتعطش للثأر لكرامته؟ القرار كان لازم يجي من خالد بن الوليد، اللي ساب جبهة العراق وطار للشام عشان يعيد كتابة التاريخ من جديد. لما تكون في العراق وتجيلك استغاثة من الشام، الصحراء ما بتبقاش عائق، ما بتبقاش طريقك للخلود. أبو بكر الصديق بعت لخالد بن الوليد: الحق المسلمين في الشام. خالد ما خدش الطريق السهل، خد طريق الموت. قطع صحراء السماوة في 5 أيام بس. خطته في مسابقة الزمن دي كانت بتعتمد على إعطاش الإبل عشان تخزن مية، وفي نص الطريق كان بيذبحها عشان يسقي الخيل. وصل خالد بن الوليد لليرموك ولقى الجيش في حالة تشتت قيادي، كل قائد جيش عاوز يقود. ساعتها يجي دور القائد الحقيقي. خالد وقف وقال كلمته المشهورة: إن هذا يوم من أيام الله، لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم. واقترح عليهم اقتراح عبقري: نخلي القيادة دورية، وكل يوم واحد فينا يقود. وطبعا خالد بدأ بأول يوم، واليوم ده ما خلصش إلا واليرموك اتحسمت. ساعتها خالد بدأ بإعادة هيكلة الجيش من جديد، حولهم من كر وفر لنظام الكراديس، أو ما يسمى بالكتائب المنظمة. قسم الجيش من 36 ل 40 كردوس عشان يدي إيحاء للروم إن العدد أكبر بكتير، وعشان يسهل السيطرة على التحركات السريعة. وهنا تيجي اللحظة اللي كلنا مستنينها. الجيشين وقفوا قصاد بعض، 240 ألف ضد 36 ألف، والسكوت اللي قبل العاصفة كان مرعب. في كل معركة في بطل بيتحول لأسطورة، وفي اليرموك الأسطورة كان اسمها ضرار ابن الأزور.
بدأت المعركة بالمبارزات الفردية. خرج بطل من الروم فخرج له ضرار. ضرار ما كانش بيحارب عادي، كان عنده تكتيك نفسي غريب. كان بيقلع درعه ويحارب عاري الصدر. الروم لما شافوه كده اترعبوا، قالوا ده أكيد شيطان مش بشر، إزاي واحد يحارب من غير درع قدام سيوفنا؟ ضرار فضل يبارز ويقتل في قادة الروم واحد ورا التاني، وفي لحظة الروم طوقوه وأسروه. الخبر وصل للجيش، وأخته خولة بنت الأزور عملت ملحمة تانية هنحكيها بالتفصيل. ضرار كان بيمثل الروح القتالية اللي خلت جندي الروم يحس إنه بيحارب ناس مش من عالمنا. ضرار ما كانش بيستعرض، هو كان عارف إن خفته وحركته السريعة من غير درع بتديله ميزة المراوغة. ده خلى الروم يركزوا عليه ويسيبوا الثغرات التانية اللي خالد بن الوليد كان بيحضر لها. المعركة اشتدت والروم بدأوا يضغطوا برمات النبال، اليوم اللي اتسمى يوم التعمية. تخيل إنك بتحارب وفجأة السما تمطر سهام لدرجة إنك ما تشوفش اللي قدامك. في اليوم التاني أو التالت الروم قرروا يستخدموا سلاح النبال بكثافة مرعبة، أطلقوا آلاف السهام في لحظة واحدة. السهام دي أصابت عيون كتير من الصحابة، ومن هنا اتسمى يوم التعمية أو يوم فقد العيون. أبو سفيان بن حرب وغيره كتير فقدوا عيونهم في اليوم ده. الجيش المسلم بدأ يتراجع تحت ضغط السهام. الروم افتكروا إنهم كده كسروا المسلمين، وبدأوا يهجموا بكل تقلهم على الميمنة والميسرة عشان يطبقوا على القلب. المسلمين بدأوا يرجعوا فعلا لحد ما وصلوا لخيم النساء. وهنا حصلت المفاجأة اللي الروم ما حسبولهاش حساب. الستات المسلمات عملوا اللي الرجالة ما توقعهوش. لما تلاقي الستات ماسكين أعمدة الخيام وبيحاربوا، اعرف إن المعركة وصلت لمرحلة اللا عودة. لما الجيش المسلم بدأ يتراجع لورا تحت ضغط الروم ووصلوا لخيام النساء، الستات زي خولة بنت الأزور وهند بنت عتبة وجريرة بنت أبي سفيان ما مشيوش ولا خافوا، بالعكس دول مسكوا أعمدة الخيام والحجارة وبدأوا يضربوا خيل الروم ويصرخوا في رجالة المسلمين: أين تفرون؟ أتدعوننا للروم؟ الموقف ده شحن رجالة المسلمين بشحنة غضب رهيبة. الجندي اللي كان راجع تعبان أو مصاب لقى مراته وبنته واقفين بيحاربوا وراه. هنا رجعوا الميدان بقوة تضاعفت 10 مرات. هند بنت عتبة كانت بتمشي ورا الصفوف وتصرخ: عضوا على النواجز، بمعنى قطعوهم بسنانكم. اليرموك كانت المعركة اللي الكل شارك فيها حرفيا. اليرموك ما كانتش بس شجاعة، كانت عقل، وخالد بن الوليد كان بيحضر في اليوم السادس للضربة القاضية. خالد بن الوليد فضل يدافع 5 أيام، بس في اليوم السادس قرر إنه يخلص الليلة. خالد لاحظ إن جيش الروم بدأ يرهق من كتر الهجوم الفاشل. عمل تشكيل الفرسان السريع، جمع كل خيالة الجيش في قوة واحدة حوالي 8000 فارس وخلاهم تحت قيادته المباشرة. خالد عمل التفاف أسطوري من ورا جيش الروم وقطع عليهم طريق الانسحاب الوحيد وهو جسر اليرموك. في نفس الوقت أمر المشاة بالهجوم الكاسح من الأمام. الروم لقوا نفسهم بين فكين الأسد، قدامهم مشاة المسلمين اللي بيحاربوا بروح الشهادة، ووراهم خالد بن الوليد بفرسانه اللي بيمسحوا كل اللي يقابلهم. الروم ما لقوش مفر غير الهاوية. اليرموك فيها منحدرات سحيقة، والجنود المقيدين بالسلاسل بدأوا يقعوا في المنحدر ده واحد ورا التاني. في اللحظة دي آلاف الجنود الروم ماتوا من غير ما حد يلمسهم بسيف. اليرموك انتهت، بس صدمتها في روما وأنطاكيا فضلت سنين. هرقل ودع الشام بكلمات تعرفنا مين هم أجدادنا من أبطال المسلمين. هرقل وهو ماشي بص وراه بصة أخيرة على أرض الشام وعرف إنها ضاعت للأبد. وهنا بننتقل بالمكان لقصر هرقل. الخبر وصل لهرقل بانهيار جيش 240,000. ركب سفينته وهو خارج من أنطاكيا وبص للشام وقال جملته الشهيرة: سلاما عليك يا سوريا، سلاما لا اجتماع بعده، ونعم البلد أنت للعدو. هرقل فهم إن خالد بن الوليد
وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد غزاة، دول أصحاب مشروع أمة وقوة روحية الروم ما قدروش يكسروها. اليرموك كانت هي المفتاح. بعدها سقطت دمشق والقدس وكل بلاد الشام. الروم انكمش ورا حدود تركيا الحالية، والإسلام بقى هو القوة العظمى الوحيدة في المنطقة. اليرموك بتعلمنا إن القيادة هي اللي بتحول الهزيمة لنصر، وإن الإيمان هو السلاح اللي ملوش مضاد. وهنا لازم نذكر موقفين من روائع ملحمة اليرموك العظيمة. في عز طحن السيوف حصل أغرب لقاء في تاريخ الحروب. قائد جيش الروم بيطلب يقابل خالد بن الوليد، مش عشان يحاربه لكن عشان يسأله سؤال واحد. في قلب المعركة خرج قائد من كبار قادة الروم اسمه جورجا، نادى على خالد بن الوليد، فخرج له سيدنا خالد والجيشين واقفين بيتفرجوا. جورجا سأل خالد سؤال عميق جدا: يا خالد، أصدقني ولا تكذبني، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا ترفعه على أحد إلا هزمته؟ خالد رد بمنتهى الصدق: لا. جورجا استغرب، أمال ليه سموك سيف الله؟ فحكى له خالد قصة إسلامه وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لقبه باللقب ده. جورجا سأله: وإلى ماذا تدعون؟ خالد قال له: إلى توحيد الله وأن محمدًا عبده ورسوله. هنا حصلت المعجزة. جورجا اللي كان من شوية بيقود آلاف الجنود الروم عشان يقتل المسلمين، قلبه انفتح للإسلام، وسأل خالد: هل لمن يدخل في دينكم اليوم نفس أجركم؟ سيدنا خالد قال له: نعم، بل أفضل، لأننا عاصرنا النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا معجزاته، أما أنتم فآمنتم بالغيب. وفي لحظة خلت جنود الروم يفركوا عينيهم من الصدمة. جورجا قلب درعه ونطق الشهادة وانضم لصفوف المسلمين. دخل الخيمة مع خالد، اتوضى وصلى ركعتين، ودي كانت أول وآخر صلاة يصليها في حياته. خرج جورجا لصف المسلمين واستشهد في نفس اليوم. جورجا مات وهو سجدش لله غير ركعتين، بس دخل التاريخ كأسرع بطل يتحول من عدو لشهيد. لكن الملاحم ما خلصتش هنا، لسه في ملحمة خولة بنت الأزور. تخيل جندي ملثم بيقتحم صفوف الروم لوحده، بيطير الرؤوس يمين وشمال، لدرجة إن خالد بن الوليد نفسه سأل: من هذا الفارس؟ في لحظة صعبة من المعركة، لما الروم أثروا درار بن الأزور، ظهر فارس مجهول ملثم بلثام أخضر، هجم على كتيبة رومانية كاملة وبدأ يمزق صفوفهم بمهارة مرعبة. خالد بن الوليد والجنود وقفوا مذهولين، مين ده اللي بيحارب بالانتحارية دي؟ خالد نادى عليه: أيها الفارس، اكشف عن وجهك. الفارس ما كانش بيرد وفضل يكمل ذبح في الروم، وبعد إصرار من خالد كشف الفارس عن وجهه، وكانت الصدمة، طلعت خولة بنت الأزور أخت ضرار. خولة قالت لخالد بمرارة: يا إمام، إنما أعرضت عنك حياء منك، فأنا خولة بنت الأزور، كنت مع النساء وعرفت بأسر أخي ففعلت ما فعلت. خولة ما اكتفتش بكده، دي قادة كتيبة النساء في اليرموك. الستات دول ما كانوش بس بيطبخوا أو بيشجعوا، دول لبسوا الدروع وشالوا السيوف ونزلوا الميدان لما الضغط زاد على الرجالة. خولة كانت بتمثل الروح المستبسلة اللي خلت الروم يحسوا إنهم بيحاربوا جيش من الأساطير مش بشر عاديين. هنا لازم نعترف، وجود خولة والنساء في الميدان ما كانش مجرد شجاعة، ده كان تكتيك ضغط نفسي جبار. الجندي الروماني لما يشوف ستات العرب بيحاربوا بالشراسة دي كان بيفقد الثقة في نفسه تماما. خولة قدرت تنقذ أخوها ضرار في ملحمة تانية، وفضلت أسطورة اليرموك اللي بتثبت إن الحق ملوش جنس، الحق ليه قلب بيحميه. اليرموك كانت مدرسة في كل حاجة، في العقيدة، في العسكرية، وفي التضحية اللي ملهاش حدود. طب ما سألتش نفسك ليه خالد بن الوليد اختاروا وادي اليرموك بالذات عشان ينهي فيه الإمبراطورية؟ أولاً تعالوا نحلل الأرض. اليرموك منطقة جغرافية وعرة جداً، عبارة عن هضبة عالية وفي نهايتها منحدرات سحيقة وديان ضيقة. خالد ما كانش بيحارب بسيفه بس، كان بيحارب بتضاريس الأرض. ثانياً حصار الهوية. خالد سحب الروم لمنطقة المنحدرات، ولما بدأ الهجوم المضاد في اليوم السادس، الروم ما كانش قدامهم حل غير التراجع لورا، ولأنهم كانوا مربوطين بالسلاسل عشان ما يهربوش، أول صف وقع في الهوية جر وراه باقي الصفوف.
ثالثاً، الخناق الضيق. الروم بجيشهم 240,000 ما كانوش قادرين يستفيدوا من عددهم الضخم بسبب ضيق المكان. خالد حشرهم في منطقة خلت الزحمة عدو ليهم مش ميزة. رابعاً، قطع الرجع. خالد بفرسانه قطع جسر اليرموك، وهو المخرج الوحيد للجيش الروماني. بقوا زي الفئران في المصيدة، وراهم الهوية وقدامهم سيوف المسلمين، وعن يمينهم وشمالهم الجبال. هنا بندرك العبقرية، إن خالد حول قوة الروم وعددهم الضخم لنقطة ضعف، زي لحظات الزحمة والسقوط الجماعي. دي التكتيكات العبقرية اللي خلت اليرموك أعظم انتصار عسكري في القرن السابع الميلادي بلا منازع. ولما الشمس غابت في اليوم السادس، كانت إمبراطورية الروم في الشام غربت معاها للأبد. وللأسف هنا نكون وصلنا لنهاية الملحمة، ملحمة اليرموك، المعركة اللي بدأت ب36,000 وانتهت بتغيير خريطة العالم. اليرموك مش مجرد ذكرى، دي درس إن التخطيط مع الإيمان بيصنعوا المستحيل. خالد بن الوليد اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله المسلول، أثبت في اليرموك إنه مهندس الانتصارات. والنهاردة وإحنا بنحكي الحكاية دي في كريبتون، مش بس بنمجد الماضي، إحنا بنفهم القوة اللي كانت جوه الناس دي. سؤالي الأخير ليكم في الملحمة دي، لو خيروك تكون بطل في اليرموك، تختار تكون خالد بن الوليد بعقله الجبار، ولا ضرار بشجاعته الانتحارية، ولا جورجيا اللي اشترى الجنة في ساعة؟ ولو انت بنت، أكيد تتمني تكوني زي خولة بنت الأزور. مستني رأيكم في التعليقات، ولو الفيديو ده وصل لعدد لايكات كبير، السلسلة هتكمل لفتح بيت المقدس وحكايات تانية تذهل العقول. كان معاكم محرك البحث عن الحقيقة، ودي قناة كريبتون. وتذكروا، التاريخ لا يصنعه إلا المغامرون. مستني رأيكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو وتفاصيل القصة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل قصصنا الجاية. أشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة. سلام.